طبعا كلكوا عارفيني. أنا الفنانة ميرنا المهندس. أنا الفنانة اللي فرقت الحياة وأنا عندي 35 سنة بس. اتصدمت كتير وأقول لكم النهاردة سبب موتي، وأكتر ناس اتظلمت منهم وأكتر ناس اتصدمت فيهم، والناس اللي كانوا سبب مرضي، والناس اللي اتأذيت منهم كتير. هقول لكم الصدمات اللي اتصدمتها ومش هتصدقوا اتصدمت قد ايه في حياتي. خدوا عندكوا أول صدمة اتصدمتها في حياتي. في مرة من المرات كنت بصور مسلسل ومروحة، لقيت أمي بتقتل أبويا. اتصدمت صدمة عمري الأولى. هو أنا شايفة أبويا سايح في دمه ميت، وأمي هي اللي قتلته. لا، وقتلته وهربت، واتحكم عليها حكم غيابي 7 سنين. وبعد ما كانت الحكومة بتدور عليها، اتقبض عليا عشان كانوا فاكريني متسترة عليها، وانا اتحرمت من الأم ومن الأب. بقيت عايشة لنفسي ولأخويا اللي عنده 22 سنة. عايشة عشان أخويا اللي كنت بشوفه كل يوم بيشرب مخدرات، والأسوأ إنه كان بياخد فلوس مني علشان يتاجر في المخدرات بيها. والأسوأ في مرة من المرات لقيت المباحث بتخبط عليا، وكنت فاكراهم جايين عشان خاطر أمي اللي هربانة، وعرفت إن هم قبضوا عليها خلاص. بقى دول جايين عشان خاطر أخويا اللي بيتاجر في المخدرات، ولقوا في دولابه فعلا كمية كبيرة منها، واتقبض واتحكم عليه بسنين كتيرة. بقيت وحيدة في الدنيا ومليش حد. اتصدمت صدمة في أقرب ناس ليا. ما بقيتش عارفة أعمل إيه، أكمل حياتي إزاي من غير حد عايشة معاه. لحد ما اتصدمت الصدمة الكبرى، بدأت أحس بالمرض في بطني جامد، ورحت أخدت مع دكتور، اداني تشخيص غلط، وكتب لي كورتيزون وكتب لي أدوية للمعدة. وبدأت أخد أدوية كتير على المعدة وكورتيزون كتير لحد ما وزني وصل ل35 كيلو، وبدأت أحس إني هموت. لحد ما قررت إني أتحجب وسافرت برا مصر، ورحت شلت نص القولون، وبدأت أحس إني بقيت كويسة. و... وكنت بدأت خلاص بحس إني كويسة. قلعت حجاب وعملت أول علاقة حب في حياتي مع أمير شاهين، أخو الفنانة إلهام شاهين. حبيته أكتر من نفسي، حبيته بجد. ولكن تعبت تاني والفرحة ما كملتش. طبعا أخته قالوا إن كانت أخد واحدة مريضة. شلت شلت القولون شلت بقية القولون. شلت الجزء التاني، النص اللي فاضل وشلته. وطبعا ما كملتش مع أمير، وبدأت حالتي تتدهور قوي قوي قوي. والدكاترة قالت إني خلاص أنا مفيش أمل، وبقضي أيامي الأخيرة. بدأت أحس أكتر وأكتر، وصحابي وزمايلي اللي كنت فاكراهم إنهم هيكونوا جنبي بقوا يتعدوا على الصوابع. محدش سأل عني غير 1 أو 2 افتكروني
السلام عليكم.